عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، مساء مساء الخير من أوضة المليونير. أنا فريد وانا داوود ودي أوضة المليونير. ازيكم؟ النهارده عندنا حلقه صغيره قصيره كده بسرعه هنتكلم فيها عن ايجو. بالظبط. والجرون البرنامج الانتخابي بتاعهم مركز بشكل أساسي على 4 محاور. أول محور هو المحور الاقتصادي وحماية البيئة. المحور الثاني خفض التكاليف والمعيشة. المحور الثالث بيتكلم عن التعليم والعمل. أما بقى عن المحور الرابع فهو بيتكلم عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية. الحقيقه فريد وانا بصينا على البرنامج الانتخابي للجون، وهو الحقيقه هو زي ما قال فريد هو برنامج طويل شويه برضه، بس في نفس الوقت هو مفهوش تفاصيل كتير، مفهوش افكار هم هيقدروا يحققوا اللي هم بيقولوه ده ازاي. او تقدروا تقولوا كده مثلا، مش عارف، هم عارفين، كنا بنقول انا وفريد من شويه، هم عارفين كده كده داخلين الحكومه سواء مع السي دي او ولا مع الاس بي دي، أو مع الاثنين. او مع الاثنين. فاللي احنا هو مشاركين. فاحنا مش هنتقل عليكم يعني، وهنقول لكم هو احنا عامه بنعمل ايه وانتوا عارفين، بس هنشوف بقى مين اللي هيكسب. انا فاهم معاه ازاي يعني، ده احساسنا انا وفريد من البرنامج يعني. بالظبط. وانا كمان عندي احساس كده ان هما واخدين نقط كتير من الاحزاب التانية، او الاحزاب كلها بشكل عام واخدين من بعض بشكل ما، اللي هو بلاش نتعب بعض واحنا بنعمل ال الاهداف بتاعتنا عشان نعرف نحققها مع بعضينا. يعني تحس ان هما ايه، داخلين جمعية كده مع داخلين بعض. جمعية بالظبط. ايام صعبه ويعني هنعديها على خير. ونعديها على خير. لكن قول لنا فريد، طيب مثلا ممكن هم الاربع محاور اللي انت قلت لنا عليهم دول، في اول محور ده اعتقد كان الاقتصاد وحماية البيئة. وحمايه البيئه. بالظبط. كانوا قايلين ايه في الموضوع؟ بص، هو الموضوع باختصار هم مركزين على ان هم عايزين يزودوا الاستثمار في الديجيتاليزيشن، عايزين يوقفوا البيروقراطية بشكل كبير، وحاطين اهداف كتير في الموضوع ده. كمان هم عايزين يحققوا توازن بيئي عشان يحقق الاستدامة الاقتصادية. افكار كويسه كلها، بس انا من وجهه نظري في الحته دي هو كان محتاج يحط بيانات، ارقام، هيحقق ده ازاي، ايه اللي موجود حاليا وايه اللي هو هيزوده، افكاره ايه. الموضوع كان بشكل ما عام يعني. عام بالظبط، مش ديتيل. كلمنا بقى داود عن المحاور التانية. والله بالنسبه لخفض تكاليف المعيشه، وده المحور الثاني اللي هو بيتكلم فيه الحزب يعني، هو بيفكر في ان هو اولا في عايز يحط حد اقصى للايجارات، يعني يكمل في موضوع الايجارات، اللي هو يحط سقف الايجارات. بالظبط. ودي حاجه كويسه جدا انها هتفيدنا كلنا اعتقد، يعني مع الاسعار الهبل اللي بقت موجوده حاليا. بالظبط. الحاجه الثانيه هو برضو عايز يقلل تكاليف الكهرباء، بان هو طبعا هو الكهون، فهو عايز يعزز فكره الطاقه المتجدده، وان هو ينفست اكتر في الطاقه المتجدده وكده. مش هنقلل الاسعار زي ما ناس تانية بتقول، بان احنا ندخل في مفاعلات نوويه والفحم نشغله والمش عارف ايه. فالموضوع هنا بس هو كمان مش مبين هو عايز يقلل تكاليف الكهرباء ازاي. ده حقيقي. يعني هو مش قايل انا هشيل التاكسز على الكهرباء او الشبكات زي السي دي او او الاس بي دي، يعني مش زي الاحزاب التانية. يعني هو مش مبين بالظبط هو هيعمل ايه. الاحزاب التانية في منها اللي قايل والله انا هشيل الضرايب، والله انا هقلل ضريبة الشبكات، او هشيل ضريبة السي او 2. هو مش مبين ده. مش مبين، صح، ده حقيقي. بس النقطة كويسة قوي في الموضوع ده موضوع دويتشلاند تيكت اللي هم عايزين يطولوه. انا شايف ده موضوع كويس جدا. ده حقيقي. وتقريبا هم برضه مشتركين مع الاس بي دي في الموضوع ده. بس السي دي او ضد النقطة دي تماما، واعتقد ان ده هيبقى كلاش ما بين الحزبين. طيب ندخل بقى في المحور الثالث، ويا ريت تقول لنا فريد اخبار الموضوع ايه كده في التعليم والعمل وكده. والله التعليم والعمل هو مركز بشكل كبير على فكرة ان هو يستقطب العمالة المهرة، يقلل البيروقراطية من الفيزا، من ان هم الشهادات بتاعتهم تكون معترف بيها في ألمانيا، تسهيل اجراءات. كمان هو مركز على ان هو عايز يزود الاستثمار في التعليم، في الحضانات، في الكليات. الاوس بيلدونج مركز عليها بشكل كبير،
هم دول اهم النقط اللي في التعليم بصراحه. هو كمان عايز يزود او يضمن اجور عاليه للناس اللي بتشتغل، عايز يزود الاجور هو عايز يوصل باي شكل من الاشكال ان المينيمم لون ل 15 يورو زي الاس بي دي بالظبط. بس هو كمان مركز ان هو عايز يعلي الاجور في المانيا، وعايز يقلل بشكل ما الضرايب، بس هو مش ذاكر ازاي. هو عايز يقلل الضرايب، طب ايه؟ مش مبين قوي. هو مركز بشكل ما ان هو عايز يزود الضرايب على الاكثر دخلا، ويعادل ده بان هو يقلل الضرايب شويه بالاقل دخلا. بس ايه النسب، ايه الموضوع مش باين بالظبط. اما بقى المحور الرابع وهو العداله الاجتماعيه والمحافظه والديمقراطيه، يعني اللي هو الديمقراطيه. فالحزب بيأكد طبعا ان التنوع هو اساس حمايه الديمقراطيه، ده بالنسبه لحمايه الديمقراطيه. اما بالنسبه للمهاجرين ودعم المهاجرين، هو بيأكد ان كل الناس ايا كانوا ده جزء من المجتمع الالماني، وبيركز هو على دمج المهاجرين في المجتمع الالماني. ودي حاجه كويسه جدا، وكلام عادل وموزون بالظبط، ومنطقي ومناسب للوضع اللي فيه البلد دلوقتي بالظبط. وهو في نفس الوقت كمان مريح. يعني انت لما بتسمع كلام زي ده انت ما بتقلقش، ما بتخافش زي ما بتسمع AfD وهنعمل ونخلي ونسوي. لا خالص، هما ناس فاتحين ايديهم ومرحبين بكل الناس، وعايزين حياة تكون افضل اجتماعيا، ثقافيا، اقتصاديا. هم فكرهم كويس جدا. بس وده كان البرنامج بتاع الجرون. احنا قلنا نعدي عليه بسرعه لان هو فعلا ما فيهوش حاجه يعني بالظبط نتكلم فيها. هو شبه الحاجات التانية، يعني شبه الاس بي دي كتير، وهنتكلم برضو على دي لينك مثلا. فهو بالزبط. في تشابه كبير. فهو الموضوع يعني مش محتاج الكلام بتفاصيل كتير وحاجات قلناها احنا قبل كده. بس قبل ما ننهي انا بس كنت عايز اقول لكم كان في كده مناظره رباعيه دي حصلت تقريبا امبارح. والمناظره الرباعيه دي بين المرشحين الاربعه، السي دي يو، الاس بي دي، الجرون، والAfD حتى كانت موجوده الست المستفزه دي. فانصحكم يعني ان انتوا تتفرجوا عليها. المناظره دي مناظره مهمه جدا، هي طويله بصراحه. بالظبط يعني. بس مهمه جدا وفيها معلومات كتير، وتقدر تبين كمان شخصيه كل واحد من الناس وفكر كل حزب من الاحزاب عامل ازاي. ونشوفكم المره الجايه. وما تنسوناش بقى بلايك وشير وكومنت كده، قولوا لنا ايه رايكم، شايفين ايه، ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.